اشتغل من البيت ولا اروح الشركه؟ السؤال ده برضو عامل زي حوار الوظيفه والعمل الحر. انتوا كلكم عارفين احمد ابو زيد، راجل قديم قوي على اليوتيوب، صاحب قناه دروس اونلاين. الراجل ده انا بحبه الصراحه للامانه، يعني فيديوهاته جميله، بتفرجوا عليه وتابعوه. الراجل ده كان اتسال سؤال شبه السؤال ده، اللي هو اشتغل من البيت ولا اروح الشركه، وجاوب عليه اجابه جميله قوي. احلى تحيه ليك يا استاذ احمد ابو زيد، لو انت بنفسك تكرمت انك تشوف البث بتاعي او وصل لك الفيديو ده، حد من الناس فضحني وبعت لك الفيديو ده، فانا انا بحبك، بتابعك بقالي اكتر من 5 سنين. قالك انت دلوقتي واحد شغال في البيت، الاحسن والانسب ليك اللي انت تشوف لك مكان تكون ما بتنامش فيه في البيت، وده تعمله مقر عملك، لان لو عملت سريرك مقر عملك عمرك ما هيجي لك نوم على السرير، وكل ما هتكون قاعد على السرير مش هتبقى عايز تشتغل. تنزل تقعد في قهوه، تنزل تروح مكان، تأجر لك شقه وتبقى دي تسميها مثلا شركتك وتقعد تشتغل فيها. تصرف يعني، فاهم؟ اي مكان بس ما يكونش نفس المكان اللي انت بتنام فيه. نصيحه عشان ما تكسلش، نصيحه.